انا بالنسبه لي يعني الموت والاحساس ده والنزول للقبر والكلام ده كله، حسيت انه قريب مني جدا. من ساعتها التفكير حتى في الحياه بقى مش بالطريقه بتاعت زمان، اللي هي انت ملهي عن الاخره وملهي عن يوم القيامه وملهي عن يوم الحساب. لا، بقى في دماغي كتير، بفكر فيه كتير وحامل همه كتير. يعني كفايه، لا كفايه كده، عشان كل الناس اللي وحشاني اروح لهم. اليوم توفي المغني هاني شاكر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وعن كل المسلمين. هاني شاكر بيقول إن دخول القبر قريب مني. القاهرة 24 بتقول: ماذا قال هاني شاكر عن الموت قبل وفاته؟ هاني شاكر كان بيقول: لما والدتي وشقيقي وبنتي دينا ماتوا، من وقتها والإحساس بالموت ودخول القبر قريب مني جدا، لأن حتة مني نزلت تحت وحسيت إن عايز أقابلهم في أقرب وقت. هاني شاكر بيتكلم على إنه والدته وأخوه وبنته دينا دي كان تقريبا عندها 28 سنة رحمة الله عليها، وتوفيت بمرض السرطان. أسأل الله عز وجل أن يجعله كفارة لها، وأن يرفع لها به الدرجات، وأن يغفر لها به الذلات، وأن يجمعهم في الجنة بعد عفو وعافية وسماح يا رب العالمين برحمتك وكرمك. هاني شاكر بيقول: من يومها وأنا حاسس إن الموت قريب مني. للأسف الشديد الإنسان بيتأخر على ما يحس بأن الموت قريب منه لما يشوف حد من أصحابه أو أبنائه بيموت. الحقيقة المرة بتقول إن المفترض إنك تحس إن الموت قريب منك في كل لحظة من حياتك، وفي كل نفس تتنفسه. كل حركة في حياتك بتقول إنك ميت وإنهم ميتون. كل نفس بتتنفسه بيقول إنه ممكن يخرج ولا يعود. يعني ممكن تعمل ما تعرفش تاخد، على ما تاخدها تكون مت. انت يا ابن آدم ضعيف جدا. تقتلك شرقة، تشرب شوية مية، ينزل شوية مية في مجرى الهواء يخلصوا عليك، مت. تقتلك شرقة وتقلقك بقة. البق نوع من أنواع الحشرات زي الذباب كده، بس صغير جدا لا يكاد يرى، صغير جدا. لو ربنا سلط عليك 10-15 بقة كده وانت نايم، تجلس تهرش كأنك أجرب ولا تستطيع أن تنام. وأنت بين هذا وذاك تحمل في بطنك العذرة. انت شايل البول والغائط في بطنك. شفت الجمال والشياكة والأناقة والبدلة والكرافتة والبرفان والعطر والجمال شفت ده؟ انت شايل الحمام في بطنك، لو اتفتحت انت نفسك هتقرف تشم نفسك. الله أكبر ولا إله إلا الله. هاني شاكر بيقول: أكبر أمنية عندي في الحياة مش إني أنجح ومش إني أوصل. بيقول: أكبر أمنية إن ربنا يكتب لي حسن الخاتمة، إن أمشي من الدنيا دي وأنا في حالة كويسة. ده تصريح لهاني شاكر نقلته صدى البلد، تصريح قديم للمغني هاني شاكر. بيقول: أكبر أمنية لي في حياتي إن أطلع من الدنيا بحسن خاتمة، مش إني أوصل ولا أنجح. والحقيقة تقول إن دي أعظم أمنية لكل واحد صالح، وكل من عرف قيمة الدنيا يتمنى إن ربنا عز وجل يحسن ختامه. لأن الدنيا مهما طالت قصيرة، ومهما عظمت حقيرة، والليل مهما طال لابد من بزوغ الفجر. شوف، مهما حصل احنا كلنا أبناء موت. مهما حصل يمشي أحدنا على الأرض ويقول للدنيا: يا أرض تهدي ما عليك أدي. في النهاية في لحظة يكون من أهل الآخرة. هاني شاكر في تصريح سابق بيقول: غصب عني ساعات دموعي بتنزل لما بمر بحاجة صعبة، بس أنا مؤمن بقضاء ربنا، وأنا مكمل ومش هسيب فني والناس اللي بتحبني. نسأل الله أن يغفر لك وأن يسامحك وأن يتجاوز عنك. نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنك. هو ده يعني ليس لنا في النهاية إلا أن نقول ربنا يسامح كل إنسان وربنا يحسن ختام الجميع. الموت يا جماعة أعظم واعظ ممكن الإنسان يتعظ به. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت شيئا إلا والقبر أفظع منه. أفظع منظر ممكن تشوفه في حياتك إنك تشوف الموت ونتائج الموت. ولذلك أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكثر من تذكر الموت، مش عشان خاطر إحنا أمة، يعني الأمة الإسلامية أمة غم وأمة كئيبة خالص، مش كده خالص. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أن نكثر من تذكر الموت، لأنك بتذكر الموت ينصلح الحال والمآل. ما أنا النهاردة اليوم ما الذي يمنعني إني أسرق مال الناس؟ ما الذي يمنعني إني أشرب الخمرة؟ ما الذي يمنعني إني أزني؟ ما الذي يمنعني إني أكون مرابي؟ لما أتذكر الموت والآخرة والثواب والعقاب بمسك نفسي.
امتى اقع؟ لما اغفل، لما انسى، لما لا اتذكر، يحصل وقوع. فلما النبي يقول لك اكثروا ذكر هادم اللذات، انت لما تتذكره انت حالك بينصلح، حتى انت نفسك بتجد من قلبك اقبالا على الله، بتصلي وبتصوم وبتستغفر وبتندم، بتجد اقبال. وبتذكر الموت ينصلح الاخره، لانك هتعبد ربنا في الدنيا فهتنجو في الاخره. يا سبحان الله. والاعجب يا اخوه ان من افضل ما من الله به على العباد يوم القيامه، على اهل الجنه يعني، أنه لا موت. عارفين يا جماعة الواحد مهما كان في الدنيا دي منعم، يعني أحيانا مثلا أنا بيجيلي وارد كده، أكون مثلا راكب السيارة مثلا مبسوط بسيارتي وفرحان وبعد شقة وتعب وصبر وفلوس وبتاع، وعندي اشتريت سيارة مثلا، بعدين يأتي وارد كده في قلبي، طب يقول لي طب وبعدين؟ وبعدين؟ أيوة إيه يعني وبعدين إيه؟ أيوة قول رد عليا يا عمرو. وبعدين دايما لا، امال ايه؟ اما ان ازول انا، يا اما هترك السياره بموتي واسيبها لعيالي، او ان تزول السياره لاي عرض كان افتقرته او محتاج فلوسها او كذا او كذا. قال لا، بيتي اما ان ازول او يزول، عيالي اما ان يزولوا او ازول. مفيش حل يا جماعه، اللي انا بقوله ده مفيش منه حل ومفيش منه مفر. حتى عيالك يا تروح انت يا يروحوا هم، مفيش حل. عارف لما تتذكر ده ينخلع قلبك، لما تعيش المعاني دي كده قلبك ينخلع من مكانه، وتلاقي نفسك لا بقى، ما هو طالما كده انا سايب، اركز بقى على الاخره. معلش، وان الدار الاخره لهي الحيوان. انا النهارده مهما عملت في الدنيا وتعبت وسافرت وجمعت وعملت، كل ده في النهايه يزول، او ان انا اللي ازول. لا، انا ركز بقى ان انا اعمل للمكان الخالد، علشان خاطر هناك عيالي لن يزولوا ولن ازول، بيتي لن يزول ولن أزول، ملكي في الجنة لن يزول ولن أزول، معايا نعيم مقيم في الدنيا، نعيم زائل. وسبحان الله، يعني أنا أذكر وأنا صغير كده الأستاذ هاني شاكر الله يرحمه ويسامحه، كان أقول إيه، بس أنا عايز أقول إنه يعني يمكن الشعب المصري كله كان بيسمعه، الشعب المصري كله، يعني وصل عز الشهرة وذروة سنام الشهرة والمجد والمال والخير والرزق، كل شيء كان تحت رجله، كل شيء بلا استثناء. ثم ماذا؟ ثم مات. يا سبحان الله. هكذا الدنيا بكل بساطة. والله يا إخوة، في رواية بتقول إن سيدنا نوح عليه السلام قيل له صف لنا الدنيا. سيدنا نوح انتوا عارفين انه من المعمرين، يعني هو جلس في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، ده بخلاف عمره الافتراضي، يعني ممكن نقول مثلا عاش 1050 سنة مثلا، عاش 1000 سنة يا سيدي. فقيل لنوح عليه السلام صف لنا الدنيا، حالها عامل ازاي؟ قال مثل الدنيا كخيمة أو كرجل ابتنى خيمة لها بابان، فدخل من هنا وخرج منها هنا. 1000 سنة سيدنا نوح، 1000 سنة، 1000 سنة تراها بعينك في آخر عمرك، على إنك دخلت من باب وطلعت من الباب التاني ما لحقتش تقعد فيها أصلا. أمال اللي عاشوا 30 سنة دول، ولا اللي عاشوا 40 سنة، ولا اللي بيعيشوا 60 سنة وفرحانين يقولك ده أنا وصلت 70 سنة، أمال دول إيه؟ دول مين؟ وعلى فكرة اسأل أي حد كبير في السن، اسأل أبي ولا جدي ولا أمي اللي بيسمعوني دلوقتي، اسألهم، اسأل أي حد فيهم يكون عنده 50 60 70 سنة، قول له إيه رأيك في الدنيا؟ يقول لك يا ابني والله حلم، أنا اللي أنا وصلت له ده كأني في حلم، والله يا ابني 60 سنة اللي فاتوا كأنهم حلم. أنت نفسك وأنت بتسمعني الآن عندك 40 سنة، عندك 30 سنة، قل لي ما هو مثل الدنيا بالنسبة لك؟ كأنه حلم. طب يا جماعة، إذا كانت الدنيا كأنها حلم، مش نعمل بقى، نجتهد نصلح نفسنا لله عز وجل، ونصلح الآخرة، ونقوم على حدود الله، ونتقي الله في نفسنا، ونزرع بقى هناك يا جماعة. سيدنا إبراهيم قابل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد في رحلة المعراج، قال له يا محمد إن الجنة طيبة وطيبة التربة، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. غراس الجنة إنك تسبح ربنا سبحانه وتعالى وتحمده سبحانه وجل في علاه. نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم اغفر وارحم عبدك هاني شاكر، اللهم ارحمهم يا رب وتجاوز عن سيئاتهم يا رب. أتمنى لو حد من أهله أو ذويه بيسمعونا، إذا كنتم تحبونه فعلا فإني لكم ناصح أمين، ونصيحتي أن تزيلوا تراثه،
احذفوا قنواته، احذفوا مقاطعه، فإنها من السيئات الجاريات، إلا أن يكون تاب، الله أعلم بتوبته، ولو كان تاب كان حذفها، لكن احنا ظننا في الله حسن. الله عز وجل يقول ونكتب ما قدموا وآثارهم، فأثروا سيجري عليه بعد موته. الأثر الصالح هيوصلك والأثر السيء هيوصلك، وهو الآن بين يدي ربه أفضى إلى ما قدم، وهو أحوج ما يكون إلى حسنة، أحوج ما يكون إلى عمل، أحوج ما يكون إلى كلمة طيبة، فلا تجروا عليه سيئات بعد موته. اللهم اغفر له وارحمه يا رب وكل المسلمين.